تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في برنامجنا الجديد. هل تعلم؟ سنطرح عليك 10 أسئلة، وعليك الإجابة على كل سؤال في مهلة قدرها 15 ثانية. موضوع اليوم هو الأنبياء والمرسلين. اطلب المساعدة من أهلك إذا صعبت عليك الإجابة. السؤال الأول: من أي شيء خلق الله آدم عليه السلام؟ من نور؟ من نار؟ من حديد؟ من طين؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. من طين. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. نعم، هذا صحيح. السؤال الثاني: ما اسم النبي الذي أمره الله بصنع سفينة؟ نوح عليه السلام، زكريا عليه السلام، إدريس عليه السلام، أيوب عليه السلام. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. نوح عليه السلام. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثالث: إلى من أرسل هود عليه السلام؟ بني إسرائيل؟ قوم فرعون؟ عاد؟ ثمود؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. عاد. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابة جيدة. السؤال الرابع: من هما النبيين اللذين اشتركا ببناء الكعبة؟ إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم ويعقوب، إبراهيم ويوسف. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. إبراهيم وإسماعيل. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. رائع، 4 أجوبة صحيحة. السؤال الخامس: ما اسم أبي النبي يوسف عليه السلام؟ إسماعيل؟ إبراهيم؟ يعقوب؟ إسحاق؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. يعقوب. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابتك صحيحة.
السؤال السادس: أي نبي يدعى قومه بأصحاب الأيكة؟ صالح عليه السلام، شعيب عليه السلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. شعيب عليه السلام. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، جواب ممتاز. السؤال السابع: إلى أين ذهب موسى عليه السلام بعد خروجه من مصر؟ بيت المقدس، مكة، المدينة، مدين. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. مدين. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، 7 أجوبة صحيحة. السؤال الثامن: ما اسم النبي الذي قتل جالوت؟ أيوب عليه السلام، لوط عليه السلام، إدريس عليه السلام، داود عليه السلام. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. داود عليه السلام. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، تبقى سؤالان فقط. السؤال التاسع: إلى من أرسل عيسى عليه السلام؟ ثمود، بني إسرائيل، عاد، أصحاب الأيكة. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. بني إسرائيل. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، جواب صحيح. السؤال الأخير: من هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، يونس عليه السلام. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. محمد عليه الصلاة والسلام. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. نعم، جواب جيد. يا لك من بطل، لقد أجبت على كل الأسئلة. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.